وكده بقى عملنا طريقه لحم النعام بطريقه سهله وبسيطه، وبجد اعملي عزومتك في رمضان من لحم النعام هتستفادي، وخشي على القناه وشوفيه هتلاقيه تحفه بجد. السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين؟ ان شاء الله تكونوا بخير باحسن صحه وحال. ايه رايكم في طاجن الفواكه؟ عارفين العظم ده مواسير ايه يا جماعه؟ المواسير دي مواسير نعام، الماسوره دي ماسوره النعام، لحم النعام. هنعمل شوربه لحم نعام. شوفوا بقى حاجات حلوه ازاي. هنعمل شوربه لحم نعام، شوف الدهن بتاعها اصفر وجميل ازاي. هنقول لكم النهارده بقى هنعمل ايه. هنعمل المواسير ديت نعملها شوربه. ليه شوربه ايه؟ شوربه عظم نعام. مش احنا بنجيب الماسوره بتاع اللحمه نعمل عليها شوربه حلوه كده، نعمل بيها محشي، نعمل بيها حاجات. هنعمل ايه؟ المواسير بتاع اللحم النعام هنحط عليها ديت. الحله ديت حطينا فيها ميه وايه، وديت حبيتين قوط اكبر كده هنقطعهم عليها. هنقطع حبيتين كده حلوين قوطه، وهنحط كمان قرن فلفل حلو كده من ده اهو، قرن كبير كده. وهنحط بصل جزرايه. كل ده الحاجات دي احنا هنحطها مع العظم ده اهو لحد ما تدوب. وهنحط بهارات، نحطوا فيها بقى شويه ايه، جنزبيل، عشان لو في اي زفاره الجنزبيل يخش. هنحط فلفل اسود وحبهان، وكل ده هنحطه على النار يغلب بعضه غلوه. تعالوا بقى نشوف الشوربه بتاعتنا اخبارها ايه يا جماعه. صراحه النبي الشوربه بيضه، ريحتها حلوه، مفيش فيها اي زفاره، فيها دسميات، لان كنت بقول مش هتبقى فيها اي دسم. والعظم بتاعها استوي. الصراحه النبي كانت في حته لحمه فيه، شوفوا اللحمه بيضه وجميله ازاي. لا عامل زي ما كنت بتاكل لحم عادي، مش لحم بيور. بعد السلام والتحيه على حبايبنا، تعالوا بقى نعمل لحم النعام، نشوف هنعمله بطريقه عامله ازاي. عشان انا بفلفل الحلوين كده الكرمله، ومعانا حته زبده في الطاسه. معانا اللحمه بتاعتنا غسلتها اكني بغسل فراخ، جنزبيل وليمون ودقيق وكل ده، وخليتها زي الفل. هي لقيتها فعلا زي الفل، الله ينور عليك. بالصلاه على النبي انا ما لقيتش فيها دهن يا جماعه غير الحته دي. يعني شوف الحته عامله ازاي، رفيعه جدا. هنحطها هي الاول كده تجيب الدهن بتاعها، هي عامله زي الورق. انت عارفه انا لقيت اللحمه متقطعه شرايح حلوه كده، بحيث ان هي لحمه لحمه حلوه، مش طيور، بحيث انها لحمه يعني. عارفه وصلت من ثلاثة طيور ولا مش زي اللحوم. هنعمله بطريقه بقى حلوه قوي وتنفع في ايام رمضان. وبالصلاه على النبي كده، ربنا يجعل رمضان سعيد علينا وعليكم. وانا هديله صدمه كده دي ايه، واقول لكم هنعمل ايه تاني. تعالوا بقى شوفوا الشوربه. شوربه طهيه بيضه وجميله. الشوربه دي هنعبيها في اكياس ونعينها بقى نعمل منها محشي في رمضان. كده بقى انا اديت صدمه، يعني ضيعت منه ما نزلش سوائل. كل اللي هحطه دلوقتي فلفل اسود لحد هون بص كتير، مش حاطه اي توابل غير كده يا جماعه. هي التوابل دي اللي انا هحطها فقط لا غير. بصوا بصوا عامله ايه، اللهم صل على النبي. كده بقى حلوه جدا. تعالوا في الحاله دي بقى، هي كده معاكي فيها الا الدهون اللي هي حته الزبده، حته الدهون الثلاث فيه. هنحط في الحاله دي بقى البصل المفروم. انتوا عارفين كباب الحله هي هتبقى عباره عن كباب حمر بطريقه حلوه وسهله وبسيطه. مش حاطين اي توابل غير هو الفلفل الاسود لحد هون ورز الفلفل. قولوا لي ليه؟ علشان بس حاجه حلوه كده نلاقي طعمها كده اللي موجود. انا هوطي النار بقى في الحاله ديت على عين القهوه كده. هنضيفها صديقها وخلاص، معلش هتنزل اي توابل. كل اللي تعمليه دلوقتي بقى تحط عليها طبعا الفرمه، لان اللحمه كانت ناشفه، ولو سيبناها كده ممكن بقى ايه تتحرق. احنا دلوقتي هنعمل ايه، هنحط لها حبه ميه عشان احط شوربه، عشان هي دسمه كده. هحط قطيه واحده مبشوره كده عليها، دي حبايه واحده قطه. وهحط لها شويه الملح بتوعها، هقعد فيها كمان. واحط شويه الميه دول واسيبها كده بقى لحد ما تستوي، ما اكشفش عليها الا لما تستوي. واقول لكم خد السواء. احط لها كمان ورق فور والملح، وهغطي عليها بقى. هشوف الكتله كلها اهي، هغطي عليها وشوفوا عين القهوه اللي هنقلها عليها اهي. هحطها عليها وسيبها بقى تستوي براحتها. عايزه اقول لكم على حاجه بقى، نسيت اقول لكم ان انا حاطه قرن فلفل كمان سليم كده. شوفوا انا مطفيه عليها ازاي. التغطيه دي بقى يا جماعه بتخلي حته اللحمه ما تكشش، وتخليها تستوي سوا حلو وتبقى ناعمه في الاكل. التغطيه بتستعمل عشان كده تولعي على حاجتك بدري وتوطي عليها خالص. حبايبي تعالوا نشوف اللحمه. انا غبت عليها يعني هي ما كملتش ساعه سوا. الصلاه على النبي اتهرت. شوفوا وبيضه جميله وحاجه بجد زياده عن سواها الطبيعي. يعني انا كنت عايزه الحقها قبل كده بشويه، بس بصراحه احلى من اللحمه العاديه. لحمه النعام هاتوها وجروا وراها. تعالوا بقى اقول لكم كمان هنعمل حاجه جنب المحشي، جنب جنب اللحمه معانا هنعمل ايه. خدت بقى شويه الصلصه من اللي احنا عاملينها رمضان، اللي لسه نازله عندكم على الصفحه. اللي عايز يعرف اللي احنا عملناها ازاي، صلصه المحشي عندكم على الصفحه مكتوب خلطه المحشي. حط بقى الشويه دول. خدت حشيت الكوسه ديت، خدتها قورتها كده، الصلاه على النبي. وعملت ايه،
ومسكتها حكيتها بالمقوار من بره كده. ليه؟ عشان بيخليها تبقى متجامده شويه. هحط فيها ايه بقى تاني؟ هعمل ايه تاني؟ غسلتها، حطيت عليها شويه ملح بكمون. ليه؟ يا حد ديت وتسيبها نص ساعه، تيجي تاكلي منها تلاقيها طعمها حايق وحلو كده، ما تلاقيهاش دلع. وهعملها لكم بطريقه بقى تنفع في العزايم كمان، اللي هي تبقى ايه، تتحط في عزايم تبقى حلوه برده. هنعملها كده في الصينيه وفي الفرن، وهتبقى حاجه حلوه. هقلب الرز كده بالخلطه بتاعته. شوفوا حطيت عليها كمان شبت، عليها شبت، ريحه حطيت شبت وكزبره تاني. طول الحاجه انا موجوده، نحط الخضار حلو يا جماعه وصحي، ما هوش تحط اي حاجه. الله اكبر، حاجه مبروك. هنعمل ايه بقى؟ هحشي المحشي بتاع الكوسه دوت عادي خالص زي اي محشي بتحشيه. حطه وارصه جنب بعضه في الصينيه بتاعتنا الجميله ديت. ودي حاجات يا جماعه كده بقى بتبقى ترفيهيه كده في رمضان، اللي هو بنعملها عشان ايه، العزايم وكده، بتبقى لازم في حاجات مميزه. انا خدت حتت من بتاعه الكوسه دي، حطيتها على النار كده برده، دبلت مع شويه الصلصه. ليه؟ بتخلي طعم الاكل المحشي حلو قوي برده. يعني ممكن تحطها في المحشي بتاعك لما تكون عامله محشي وفيه هيبقى فيه كوسه، حطها في الخلطه برده كده. بقى تعالوا، ظبطت شويه شوربه كده من الشوربه اللي احنا عاملينها من بتاع اسمه ايه، ظبطنا منه الشوربه، حطيت عليها معلقه صلصه من بتاع البيتزا. وكده ايه، هسقي المحشي بتاعي كده. شوفوا المقاس ده مش هغطيه كده، البيتزا عندكم على السطح بالمنظر ده. حطيت قرن فلفل يديله ريحه كمان كده وطعم، وهتغطيه بورق فويل. ما عندكيش ورق فويل هتعملي غطا حله يطبق عليها وتطفيه تاني، يأثر في الوقت بتاع السوا. اللفه خلصت وعايزين نخلوها يا جماعه. في رمضان ربنا بيبارك في الحاجه كده ويخليها ايه، تطلع حلوه جدا. طول ما انت بتعملي حاجه وانت بتحبي انك عايزه طعمها يطلع حلو، لازم يطلع طعمها حلو. وكده هحطها في الفرن. انا حاطه الشوربه بتغلي اهي، هحطها فرن عالي من تحت جدا لحد ما الاقيها بتغلي بصوت عالي. اهدي النار عليها زي ما كنا بنسويه عند البيت. بقى محشي خاص مع الكوسه، المحشي الكوسه الخطير. يا دوبك شويه شوربه تشربهم. شايفين الجمال بقى، كشفت تتحمر شويه. دي اللحمه بتاعتنا الجميله اللي هي كباب الحله. وكده ايه، اكلتنا خلصت وتنفع الاكله في عزايم رمضان. تعالوا نشوف الكوسه اخبارها ايه. شايفين مستويه ومهريه بجد تحفه. ويا دوبك والشوربه مفيش في الطبق حاجه، وما لزقتش ولا حاجه. هما حبه الشوربه دول وقاس زياده من كده مفيش. وكده الاكله جميله. لو حطيتي قطعتين من اللحمه على قطعتين، اكله حلوه بجد لعزايم رمضان.